السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أحبائنا في الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. آخر الإحصائيات في مصر بتشير إلى أن عدد الشباب وصل إلى 30 مليون شاب. 30 مليون شاب، هذا العمر هو عمر الطاقة، عمر العطاء، عمر الإنتاج. يعني لو تم توظيف هذه الطاقة فيما هو يرضي الله في العمل، فيما ينفعنا في حياتنا وآخرتنا، أكيد بإذن الله هتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة. أما إذا كان العكس هو العكس فيكون العكس صحيح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد أدرك أهمية هذا العمر، وكان له لغة حوار معينة مع الشباب. اتخذ هذه اللغة أو اتخذ من القرآن منهجا لهذه اللغة. احنا في عصرنا هذا وكل المفارقات اللي بيتعرض ليها الشباب محتاجين ان احنا نتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف كان ازاي بيتبع لغة الحوار وبيحتوي الشباب. نلتقي بكم بعد الفاصل واللقاء مع الشباب وكيف يكون الخطاب الديني مع الشباب. بشيخ بفضيلة الشيخ اللي مشرفنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. بنقول لحضرتك ان في هذا العصر ما احوجنا احنا نتاسى بسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ازاي ان احنا نجد لغه حوار مع الشباب. بنجد ان هناك فجوه بين صحيح الدين والقرآن والسنة النبوية الشريفة وبين الواقع. يعني بنجد ان في عنف، في إرهاب، في إدمان، في انحراف، في زواج عرفي، في خلل القيم، تطرف، مغالاة. الدين لا يجب هذه الصفات على الإطلاق. فإحنا محتاجين ان احنا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحتوي الشباب بما يرضي الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني دعونا نبدأ بعدد من القواعد حتى نبني عليها. أول هذه القواعد أنه الدين جاء لكل المراحل العمرية، فإذا كان خلل فليس الخلل في الدين، إنما الخلل في التطبيق، في فهمنا للدين وفي تطبيقنا لهذا الدين. الأمر الثاني أنه الشباب ليس بحاجة إلى، يعني القاعدة إنه الشباب ليس بحاجة إلى بداية البناء، إنما المفترض إنه الشباب هم الوقود الذي نجني بسببه الثمار. فالمفترض إنه بيتم الزرع والغرس في الإنسان منذ سن الطفولة، ونبدأ نبني فيه لحد ما الشباب يصل لسن الشباب. الشباب لما يصل، أو الإنسان لما يصل إلى مرحلة الشباب، ليس بحاجة إلى التوجيه بقدر ما هو بحاجة إلى العمل الذي يبذل فيه طاقته ليخرج لنا ما تعلمه من قبل. فاحنا محتاجين ان احنا نقول الكلام ده ونرسخه. في اشكاليه بتواجهنا، وهي انه الشاب عاده عندما يلقى عليه التعليمات او يوجه او ينصح، سواء بياخد امر او حتى نصيحه او ما شابه ذلك، نلاقيه انه لا استنى ويرفض هذا، بيتعامل مع الكلام الذي يلقى عليه بهذا المنطق. ودي إشكالية، وده الطبيعة العمرية الأساسية من أحد الصفات اللي هي حضرتك تقصد في مرحلة المراهقة، في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب. وبالتالي الشاب مش محتاج للكلام ده، يعني الكلام ده يكون وهو صغير، إنما الشاب ده محتاج للعمل، محتاج للبذل. طيب، يحتاج إلى نوع آخر من طريقة الخطاب والحوار. تمام. فنشوف إزاي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعامل معه. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدين على أكتاف هؤلاء الشباب. طيب، يعني إيه على أكتاف هؤلاء الشباب؟ لما نلاقي إنه أول سفير في الإسلام سيدنا مصعب بن عمير كان شاب صغير، شاب كان في بداية حياته مرفه، يتحاكى الناس بالرفاهية التي كانت تفعلها من أجله أمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أنه يرسل إنسان قادر على نشر الإسلام في المدينة المنورة قبل أن يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيقوم بالكلام ده؟ قام به سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. في ليلة الهجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام سيدنا علي بن أبي طالب مكانه. سيدنا علي بن أبي طالب في الوقت ده شاب، وبالتالي اللي تحمل هذه المخاطرة هو شاب.
اللي تحمل مسألة إيصال الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور أثناء فترة الاختباء هو وسيدنا أبو بكر الصديق من مكة إلى المدينة كان شاب، سيدنا عبد الله بن أبي بكر. اللي تحمل إنه يجي عشان يعفي على الآثار، يعني يغطي على هذه الآثار سيدنا عبد الله بن أبي بكر وهو ماشي، شاب اسمه عامر بن فهيرة، ده راعي الأغنام اللي كان عند سيدنا أبو بكر الصديق. اللي تحملت انها تجيب الاكل وتمشي بيه وتوصله للنبي صلى الله عليه وسلم ولابوها سيدنا ابو بكر الصديق هي فتاه شابه السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق. وبالتالي اقصد انه كان هذا في بدايه الاسلام، دول اللي دفعوا الاسلام، دول لكن هم تعرفوا على الاسلام وطول حياتهم في تنشئه ان هم كفار، ولكن بداوا يتعرفوا على الاسلام. لكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هداهم. اذا في اي سن ان احنا ممكن نخترق عقولهم ونصل الى عقولهم. انا مش عايز يعني استخدم التعبير ده، نخترق بما يرضي الله. انا فاهم لا انا فاهم مقصد حضرتك، ويمكن انا استخدمت التعبير لما قلت بيلقى عليهم تعليمات او اوامر. لا هو انا يعني انا عايز اقول هو احنا ايه يعني، ما احنا بنتكلم هو انا ايه يعني وحضرتك. فاقصد اني احنا في خطابنا مع الشباب بنتكلم عنهم بالصفه العامه، بالصفه الجمعيه. الشاب بيحتاج الى ان هو في الوقت ده مش محتاج ان حد يقول له اعمل وسوي واديله اوامر، لا، الاسلوب الغير مباشر عنده طبيعته في هذه المرحله العمريه ترفض هذا. انما محتاج ان هو في الوقت ده يثبت ذاته. خلاص انا قعدت ليا 20 سنه عمال اتعلم عمال اسمع، انا دلوقتي ان الاوان ان انا ابدا اخد حركه. فده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله مع الشباب. طيب لما نلاقي حتى اللي كان بيصحح الدين بعد كده السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، شابه يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها، قيل انه عندها 18 سنه، وعلى الروايه الثانيه انه تزوجها عندها 18 وعاش معاها 9 سنين كمان، يبقى 18 و9 يعني 27. وماتت وعندها 6 سنة، ماتت سنه 56 هجريه. الفتره دي كلها ايه؟ كانت بتنشر الدعوه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تصحح الدين. يبقى دي مهمه. فاقصد من هذا انه هذه هي مهمه الشباب، وانه الشباب قام على اكتافهم. لما الاسلام احتاج الى قوه كانت قوه سيدنا حمزه بن عبد المطلب وقوه سيدنا عمر بن الخطاب اللي اسلم عنده 26 سنه، يبقى ادي شباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك سيدنا اسامه بن زيد بن حارثه قائد على جيش من جيوش المسلمين، طالع يقاتل الروم لانه في اخبار بان هم هيغيروا على المدينه. فسيدنا اسامه بن زيد بن حارثه استعد بالجيش بامر النبي صلى الله عليه وسلم. سنه كام سنه؟ سنه 18 سنه. هل معناه هنا ان انا هقوم جايب الشباب النهارده اقول لهم يلا فجاه انت حضرتك بتشتغل ايه؟ فيقول لي انا نايم في البيت، اقول له طيب خلاص احنا هنمسكك النهارده منصب قيادي؟ لا، الكلام ده غير صحيح. انما معناه انه قبل ما يكون سيدنا اسامه بن زيد قائد على جيش من جيوش المسلمين، لا ده كان مقاتل قبل كده كذا مره واثبت تدرج وتدرب واثبت كفاءه، استطاع بكفاءته ان يلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجه انه اختاروا قائد لجيش من جيوش المسلمين. طيب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام بالتاكيد كان بيتبع منهج علمي في القران في الحوار وفي الجدل. نعم. استطاع بذلك ان هو يحتوي هؤلاء الشباب ويدخلهم اولا في الاسلام ويحببهم في الاسلام، ثم من بعد ذلك يسيروا على تعليم هذا الدين. اول حاجه في هذا المنهج شغل وقت الفراغ. لانه مشكله الشاب هي اوقات الفراغ، مشكله الانسان عموما وقت الفراغ اللي بيضيع هدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني مخدوع، نعمه عندك بتضيعها من ايديك وانت مش حاسس بيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ايه هما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحه والفراغ. عندك صحه وما انتش حاسس بقيمتها وفاكر انه الصحه دي هتدوم على طول، وايه اللي هيجيب لي ضغط وهيجيب لي سكر وايه اللي هيجيب مش عارف امراض وايه اللي طول عمري هقدر اجري واروح واعمل وانطلق. وفجاه الانسان يلاقي نفسه بدات شيخوخه، فجاه يلاقي نفسه بيكبر، بيلاقي نفسه بيضعف، قوته مش قادر، الطاقه اللي عنده بتقل. الله ايه ده؟ امال راحت فين قوتي؟ ده انا ما بقتش قادر اعمل اللي انا كنت بعمله زمان. يبقى دي نعمه خدعت الانسان، انخدع فيها الانسان بانه اهمل فيها، ما نمهاش، ما استثمرش الوقت اللي كان فاضي فيه واللي كان عنده قدره. الفراغ انه الانسان عنده اوقات فراغ طويله. شوفي حضرتك النهارده
اي طالب بيخلص الامتحانات الفتره اللي بتضيع من حياته كل سنه هي حوالي 4 شهور او 5، غير الاوقات الثانيه اللي بتضيع في الدراسه اذا كان يعني لا يوجد التحصيل فيها. وبالتالي فتره الصيف فتره ضيعه من حياه الشباب، واحنا مقبلين على انتهاء الامتحانات. ده صحيح اذا كان في المرحله الابتدائيه ولا الاعداديه ولا الثانويه ولا حتى في مرحله الجامعه. طب بيعمل ايه الشباب فيها؟ ما بيعملش حاجه، قاعد فاضي. طب قاعد فاضي دي انت لازم تستثمر، يعني لازم تفيد نفسك بقراءه، بتنميه هوايه، بدراسه مهاره، يبقى بحيث انك انت في النهايه لما حضرتك تتخرج من الجامعه وتقول لي اصل انا بعد كده شغال ومش لاقي وقت ادرس فيه ولا اخد كورس فيه ولا انت كنت فين في الاوقات دي؟ وقت الاجازه ما هوش الوقت عشان اللعب او عشان النوم، انما هو وقت تستثمر هذا الوقت من اجل تنميه مهاراتك، تنميه موهبتك، ممارسه الهوايه، يبقى الكلام ده كله. فالاهتمام بالصحه، الاهتمام بالدراسه، الاهتمام بالتحصيل، الاهتمام بالكورسات، كل الكلام ده يتم. ده مع الشباب. ده مع الفراغ. احنا ونحن نتعامل مع الشباب. ما انا بقول لك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطط لايه؟ الى انه مهم جدا اشغل له وقته، مش مساله ان وقته يضيع. فنفس الامر هو مهمه المربي النهارده، الاب والام، انه ازاي ابني وهو داخل على فتره اجازه صيفيه، فتره الفراغ دي كلها ما تضيعش منه. فانا ازاي هشغله له مش بالامر تعالى انت من بكره هتعمل كذا وكذا وكذا، مش هينفر. لكن انا عايز اقول له تعالى انت ناوي على ايه؟ طب ايه رايك؟ طب انا هرتاح اول اسبوع، خلاص ماشي ارتاح اول اسبوع. طب وبعدين انت هتنام كام؟ هتنام يوم وبعد كده هتلاقي جسمك ارتاح. طيب ايه اللي انت حابه؟ حط لي جدول، تعالى كده نتفق فيه اتفاق انك انت لازم تحصل مهارات فيه، لازم انك انت ايه رايك تتعلم لغه. وبعدين تعليم اللغات ما بقاش النهارده قاصر على انك لازم تخرج وتروح المكان الفلاني ده، وهو قاعد في البيت على الكمبيوتر بتاعه بيتعلم. يعني اقصد ان في برامج للكلام ده كله، بدل ما الشاب قاعد طول النهار والليل قاعد عمال على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مش عارف وبيعمل ايه. يعني انا ما عنديش مشكله انك تقعد عليه طول النهار، بس في النهايه قول لي حصيله اليوم ايه؟ عملت فيه ايه؟ مجرد انك انت بتشير صوره فارغه، بتكتب تعليق ملوش اي قيمه. يعني يا جماعه تعالوا نحسبها مع بعض، ايه الحصيله بعد ما قعدت ساعه على الفيس وقمت بيها؟ ولا اي حاجه، قاعد تدوس لايك وقاعد تكتب تعليقات، نلاقي كلام فارغ في اغلبها، ونلاقي حاجات تضيع الوقت، لكن لا انت استفدت حاجه، لا افدت نفسك خبره، ولا استفدت معلومه، ولا افدت نفسك بفلوس، ولا لا ده ايه؟ ده اوقات ضايعه. فضيلتك فمحتاجين عفوا يعني محتاجين ان احنا لا نقول للشباب ونقول لاولادنا انكم محتاجين تحطوا خطه عشان تستثمروا الوقت ده. قلل، قنن، مش بقول لك سيبه خالص، لا قننه. قول والله انا هقعد هو في اليوم ربع ساعه، خلاص بشوف الدنيا فيها ايه. اقعد في اليوم هم هقعد في اليوم نص ساعه، ما تزيدش عن كده. لكن اكتر من كده ده يبقى اسمه وقت ضايع، ده عمري بيضيع. انا حياتي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه ساعات، مجموعه ساعات مع دقائق مع ثواني، هو ده عمري. تمام. وبالتالي الساعه اللي بتضيع مني راحت مش هترجع تاني. الدقيقه اللي ضاعت مني بدون ما استثمرها، بدون ما اعمل فيها اي حاجه، هي راحت ومش هترجع تاني. ايه الفرق بين حضرتك كشاب قاعد طول النهار والليل على متلفات الوقت اللي هي المواقع دي، وفي الاخر ولا حصيله ولا اي حاجه، وبين اي شاب قاعد يفكر لحد ما بقى مخترع؟ الفرق بين حضرتك وبينه ان هو اشتغل. هو اشتغل العمل، اشتغل واصل، استفاد بالوقت، لما وقته فكر في الحاجه دي، بدا يعمل بدا يفكر، بدا يجرب ويفشل ويجرب ويفشل لحد ما ربنا اكرمه بالنجاح. هو ده. يعني لما الاقي واحد زي دكتور احمد زويل، هو شاب مصري عاش هنا وتربى هنا وتعلم هنا وبعدين طلع امريكا، بس لما نيجي نشوف عدد ساعات شغله كام ساعه في اليوم، هو 16 ساعه في معمل، يعني 16 ساعه في المعمل بيشتغلهم، يعني بيشتغلهم. انما ما يبقاش الشاب نايم 10 ساعات 15 ساعه وبقيه الوقت قاعد على الكمبيوتر او ماسك الموبايل. ما هو احدى الاشكاليات ان الكلام ده بقى على الموبايلات دلوقتي. هو ماسك الموبايل بتاعه عمال يتكلم ورايح، يا اما حطه على ودانه يا اما ماسكه قدام عينيه وانتهى وضاع الوقت. طيب هذه الوسائل الالكترونيه مش هنقدر ان احنا يعني يعني زي ما حضرتك قلت ان احنا نلغيها. نعم. ومش هنقدر ان احنا يعني نلقي الاوامر ونقول لهم لا قننوها. انا محتاج ان هو يقتنع بده. محتاج ان انا اصل لعقله. نعم. عشان اصل لعقله
طب ازاي اتكلم بلغته؟ انا ممكن استخدم هذه الوسائل الالكترونيه في الوصول ايضا للغته. يعني ممكن حضرتك تلاقي مثلا على الموبايلات، على الواتساب، في ادعيه جميله، في بعض الارشادات الدينيه عن حديث شريف، دعاء ظريف. يعني هي زي ما هي متلفه للوقت، هي ايضا فيها انوار ممكن ان هي تخرج منها، بس المهم مين يلتقط هذه الانوار ويصل اليها ويخرجها للاخرين، والاخرين يستفيدوا بيها. طيب ده دور الدعاء ودور المربين ودور المهتمين بهذه القضايا النشأة. يعني احنا كدعاء، احنا حضرتك سيادتك كداعي من الدعاء تصل اليهم من خلال هذه الوسائل الالكترونيه. رقم واحد هو البدء معهم منذ الصغر. يعني حضرتك قلتي مش هنقدر مش هقدر الغيها خلاص، احنا كلنا بنستخدمها، يعني انا بستخدمها، لكن المساله التقنين ده ببداه من الصغر. يعني عندي ابني او بنتي وهم صغيرين، هبدا اقول له والله انت هتقعد تلعب نص ساعه وبعد كده خلاص هتقوم، عشان بقيه الوقت لازم تستفيد فيه كذا وكذا وكذا. فلا يبقى ده برنامج محطوط، هو فاهم انه يعمل كذا ولان هو شايف النتيجه، انه قعدت لعبت وبعد كده قمت قايم اشتغلت كسبت معلومه، اتفرجت هنا لعبت رياضه، لا وقته منظم، في النهايه حس بثمره، هيشعر بثمره، هيواصل فيها. نفس الامر بالنسبه للولد لما هيكبر، هيبقى هو نفسه بيعمل الكلام ده لنفسه، ويحس لو ضيع او ايه ده انا ما كنتش كده، ده انا كنت زمان بعمل وبعمل وبعمل، فيبدا هو يراجع نفسه فيها. استخدامها بقى هذه المرحله قبل ما ننتقل لمرحله اخرى يتطلب الاهل يعني يوظفوا وقت. عشان كده قلنا اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم شغل لهم وقتهم. انت مش قاعد نايم، انت يعني فين فلان بيعمل ايه؟ لا والله اصل هو قاعد مش لاقي حاجه بيعملها، لا يا رسول الله فنايم. مفيش الكلام ده يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بايه؟ بورك لامتي في بكورها، انك تنام بدري وتصحى بدري. اليوم في بركه، صحتك فيها بركه، وهتلاقي في عندك نشاط. انما تسهر طول الليل وتنام طول النهار، لا ده قلب النواميس الكون. ليه فضيلتك الشباب يعني ما بيعملوش بآيات الله في هذه الجزئية؟ احنا اللي ما ربناش على كده. حاجه تانية لازم نحطها قدامنا، زمان ما كانش في كهرباء، دلوقتي في كهرباء. الكهرباء نتيجتها ايه؟ انه كان زمان بيجي المغرب خلاص الدنيا كلها ليل، فانت رايح فين ورايح فين وراجع ازاي ما فيش. انما النهارده لا، هو الكهرباء 24 ساعه موجود، ففي اناره، فهيروح ويجي. والمطاعم والدليفري وكل ده. زمان ما كانش في مطاعم، لا النهارده بقى في مطاعم، فعايز ياكل مش عاجبه اكل البيت فهينزل يجيب من بره. فلا بقى الاكل بقى كمان مش حكايه ان احنا هنجيب من بره، ده حكايه ان احنا هنفكر ناكل فين. ومفيش مانع ان احنا نطلع بالعربيه نروح 3 4 ساعات 5 ساعات نضيعهم عشان رايحين نتغدى وناكل، عشان رايحين نشرب عصير عند فلان، عشان رايحين مش عارف نجيب ايه من عند فلان. لا الكلام ده كله ده مضيعه وقت. خلينا نشوف السلف الصالح كانوا بيعملوا ايه. السلف الصالح كان منهم من يدق الطعام، يجيب العيش الناشف كده ويدقه يكسره وياخده يلتقي عباره عن فتافيت اهو، بقسماط تمام كويس، بقسماط ناعم بقى، ناعم هياخده يحطه في بقه ويشرب عليه ميه. ليه؟ لما سالوه عن ذلك قال اجد الفارق بين هذا وذاك مقدار قراءه 50 ايه. قراءه 50 ايه؟ الفرق بين ان انا اقعد امسك اللقمه وهي ناشفه فاقعد عمال ارقش فيها تمام واقعد اكل فيها، وبين ان انا افتته كده، اخلي اختي تفتته لي واخده اسفه واشرب عليه ميه، احس ان انا شبعت عشان بكمل علم. فيقول الفرق ده بيخليني اقرا حوالي 50 ايه، يعني الفرق ده حوالي يعمل له حوالي تلت ساعه مثلا، ربع ساعه. اهميه الوقت. ال 50 ايه دول فيهم كام حرف؟ كل حرف بحسنه والحسنه ب10 امثالها. فهو ده نظرته ان انا في النهايه ال 50 ايه دول لو عملوا لو عملوا مثلا 7 صفحات، يبقى ال7 صفحات دول انا قراتهم، كل حرف فيه، كل صفحه فيها كم حرف، كل حرف عليه 10 حسنات، يبقى انا طلعت في النهايه بقد ايه؟ مجموع الحسنات. هو ده فكر السلف الصالح، فكر الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم. فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بذلك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت كشاب مطلوب منك انجاز، سواء حضرتك كنت موظف او لم تكن موظف، انت مطلوب منك انجاز لازم تفكر فيه، انا هعمل ايه. خدي بقى حضرتك، كبار المخترعين بيعيشوا كام سنة؟ بيعيشوا 1000 سنة، وبقية الناس مثلا عاشت 100 سنة ولا عاشت 60 سنة فماتوا، فالتانيين لما عاشوا كتير اخترعوا كتير؟ ابدا. انما نفس العمر. طب يعني اخذ نفس الفرصه. الكبار الموسيقيين العالميين بيتهوفن وغيره كانوا يعني عايشين في ثراء؟ ابدا، ما كانش فيه الكلام ده. بالعكس ده عانى من امراض وصمم ومش بس هو مع ذلك انجز. الله،
كبار المخترعين لما الاقي اديسون مثلا، الراجل ده كان عايش يعني ملك. الرفاهيه مش هي اللي بتعمل الانسان، انما تحدي الانسان للصعاب هو الذي يجعل له قيمه. يبقى في صعاب واجهتهم زي ما بتواجه حضرتك، ويمكن واجهتهم اكتر منك، لكن في النهايه هم استطاعوا ان هم يقهروا هذه الصعاب، وده اللي خلى ليهم قيمه وخلى اسمهم باقي. لكن ياما ناس عاشت وماتت ولا حد سمع عنها ولا حد ادرك قيمتها. فلان عاش ومات خلاص ولا حد حس بيه. يبقى لازم ادرك انه هذا الوقت له قيمه ولا بد من الانجاز فيها. المساله اللي بعدها بالحوار، يعني الحوار ايه وانا اقنعهم. والقدوه. الشاب محتاج قدوه يا جماعه اكتر من ان انا اقعد اتكلم معاه. يعني الحوار هيجيب نتيجه وهو في وقت الصغر، لكن وهو كبير محتاج يشوف قدوه، محتاج قدوه تقنعه. ايه القدوه؟ محتاج يشوف والده كده، والدته كده، ابوه كده، عمه كده، متخذ قدوه بيحبه. استاذه محتاج بقى انه يشوف قدوه عامه كده. القدوات اللي احنا بنقدمها النهارده لاجيالنا والشباب والبنات ايه؟ هم مع احترامي للجميع بقى لعيب الكره اللي بعد شويه نلاقي ان فلان مش عارف عامل شعره ازاي فالشباب يقلدوا. الرياضه جميله برضو، افضل من الانحرافات. الرياضه بص حضرتك قاعده ولازم شبابنا يفوق لها. الرياضه مفيده عند ممارستها، اسمها ممارسه الرياضه. مش تشجيع الرياضه. تشجيع الرياضه ده ولا اي حاجه ولا ليه اي قيمه في الحقيقه. مع احترامي لكل منتمي لاي نادي، لكن قول لي حضرتك في النهايه فادتك بايه؟ ده وقت ضايع. لكن هي ممارسه الرياضه بتعود على اللي بيمارسها، على اللاعب اللي بيلعب، على الملاكم، على اللي بيجري، على اللي بيسبح، على انما انا قاعد بتفرج على مباراه كره قدم وبعدين الفايده ايه؟ جسمي استفاد بايه؟ ولا اي حاجه. ايه اللي عاد عليا من مال؟ ولا اي حاجه. هو استفاد جسمه وهو استفاد بالشهره وهو استفاد بالمال. لا انا عايز الشاب هو اللي ينزل يلعب. وهو حب كويس النادي لكن ما تتعصبش. ما نلاقيش النهارده الخراب اللي بيحصل بسبب تعصب الانديه. وده كذا وده كذا وده كذا وكل واحد يعمل لي التراس وبعد كده نلاقي هذا بعيد تماما عن تعليم الدين. ده مرفوض تماما. ده مرفوض تماما في اي شيء. التعصب له لا يجوز. اكيد. هنعود مره اخرى لأفضل قدوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاصل إن شاء الله. We once had a teacher وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا معكم ويحلى الكلام بذكر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا أفضل معلم. نعم. لو حاولنا إن احنا نتخذ من سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منهج لينا نتبعه وإحنا بنتعامل مع الشباب حاليا، الحوار مع الشباب، الخطاب مع الشباب، حاليا إحنا أمامنا 3 مستويات. المستوى الأولاني اللي حضرتك اتحدثت عنه اللي هو منذ الطفولة، إن إحنا التنشئة. والمستوى الثاني والثالث هما فريقين. فريق اللي هما بالفعل تم زراعة أفكار خاطئة لديهم، بالفعل خلاص نشأوا في غير طاعة الله، أو فهموا الدين فهم خاطئ نتيجة من يتخذ الدين وسيلة لزرع أهدافهم الشخصية وزرع مفاهيم خاطئة لتحقيق أهدافهم بالعنف. وفي مستوى آخر اللي هو لسه بيتشكل. أكيد الحوار مع هذا الفريق يختلف عن الحوار مع هذا الفريق. كيف يكون ذلك؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا اقول انه كل هذا موجود في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاور الكافر وحاور المسلم، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الشخص اللي مقتنع بالدين واللي بيلتزم بمجرد انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمه، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الاشخاص الاخرين المؤمن بالقوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بمنطق القوه. يعني لما الاقي مثلا قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب ولاقي قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك بعمر بن الخطاب وإنه بينهره ويوقعه على الأرض، ده ليه؟ لأنه سيدنا عمر بن الخطاب في ذلك الوقت هو شاب لا يفهم إلا لغة القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر له القوة. خلاص يبقى قوة قصاد قوة. هذه اللغة يفهمها فقدرها، فبالتالي دخل الإسلام في قلب سيدنا عمر بن الخطاب. إنما واحد آخر يجي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجف، ما تعاملش معاه بمنطق القوة، إنما تعامل معاه بمنطق التواضع. الاحتواء والحنو. هون عليك يا ابن أخي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله، ده فين ده من مسكة سيدنا عمر بن الخطاب والقوة؟ يقول لي هذا الموقف يحتاج إلى هذا، والموقف الآخر يحتاج إلى الرقة والتواضع والرحمة واللين والرفق. كل هذا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احنا بركز تاني على مسألة القدوة، وكمان معاها مسألة طريقة الحوار. طيب الشاب النهاردة يفهم ايه؟ يفهم كلمني علميا، يبقى لازم يلاقي الكلام العلمي. يقول له اقنعني، والقدوة العلمية ايضا اللي هي عملت. نعم صحيح. ويقول له اقنعني، انا بتكلم الحوار بقى، يعني محتاج، مش يعني هنلاقي عندنا الشباب ثار على الموروثات الخاطئة من القصص الواهي، الحكايات اللي فيها خرافات والكلام. لا سيبكم من الكلام ده بقى، كلمونا كلام علمي، كلام عقلي، يبقى صح، هو ده معاهم حق فيه، فنتكلم معاهم كلام علمي وكلام عقلاني، نحاول نقنعهم ونأثر عليهم فيه. مسألة تانية وهي استخدام العلوم اللي هي إدارة الذات، اللي هي بيسموها التنمية البشرية. دي مسألة غاية في الأهمية في هذا الجانب، وهو إنه المطلوب من الداعية اللي بيخاطب الشباب كمان إنه يمتلك ناصية هذه العلوم. يعني يبقى عنده مهارات التواصل، يبقى عنده مهارات الإقناع، يدرسها ويمتلكها ويعمل بيها ويطبقها معاهم، يعيش نفس عيشتهم. يعني وجدنا فاصل بين قطاع كثير من الشباب وبين بعض الدعاة بسبب انه هذا الداعية لم يعش في هذه البيئة، ما تكلمش معاهم، ما قعدش في وسطهم، ما عملش اللي بيعملوه، ما راحش اماكنهم. الله، لا احنا محتاجين نقول انه لا تلزم الدعوة بزي الازهار اللي بنتشرف بان احنا بنرتديه، لكن لما بنكون بنتكلم مع الشباب مش لازم اكون لابس الزي ده. يعني بننوع ما بين اني البسه، ما بين اني البس البدله ده رسمي، ما بين اني البس لبسه. ايه المانع ان انا البس لبس الكاجوال مثلا؟ احنا بنلبس ده، يعني احنا ده الزي الرسمي للعمل والدعوه. لكن في غير كده في حياتنا احنا مع اولادنا ومع زوجاتنا ولما بنخرج بنلبس اللبس العادي. فمحتاجين واحنا قاعدين مع شاب بنلبسه، بنبقى قاعدين بنتكلم بيه بحيث انه الشاب يدرك انه اللي بيكلمني ده شاب زيه، الله ده لابس نفس لبسي، طب هو بيعمل ايه وانا بعمل ايه؟ فيبدا من هنا يسال، الله طب هو ده انا كنت فاكر ان الدين ده عباره عن مجموعه عقد وكلاكيع كده هلاقيها في حياتي، كل حاجه حرام 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 حرام. لا، فبنقول له ده الخطاب ده جالنا في فتره من الغفله من تيار كان مخطئ، لكن يا جماعه الدين ما فيهوش كده، الدين ما هوش التضييق على الناس، والا هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه يعني. وبعدين اباح لنا التمتع، يعني قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده وطيبات من الرزق. بس المهم تعرف الضوابط وتمشي عليها. طيب فيلاقي الشاب عنده قبول واستعداد، الله ده يعني مش هيمنعني ان انا اسافر واروح واجي، لا اعرف الصح ايه والغلط ايه، خد يا اخي الصح وابعد عن الغلط، خلاص المساله سهله يعني. فيلاقي الشاب الكلام ده فيقتنع بيه اكتر ويبدا يقرب من الدين. عندنا مشكله بقى مع اللي وقع في براثن الافكار الخاطئه، سواء كانت متطرفه تطرف يميني او تطرف يساري. خلينا اقول ان المجتمع بيعاني من ظاهرتين، والاثنين دول بيظهروا مع بعض. الظاهره الاولى اسمها تكفير، والظاهره الثانيه اسمها الالحاد. علميا اول ما يظهر التكفير يظهر قدامه الالحاد. يعني واحد بيشدد قوي فيلاقي ناس بتسيب قوي، او واحد ناس ثابت خالص فلازم يظهر قدامها التشدد. يعني تكفير مع الحاد، الالحاد يظهر التكفير يظهر، التكفير يظهر الالحاد يظهر. والاثنين متوفرين دلوقتي وعايزين ما هو عشان ده موجود يبقى الثاني موجود، لازم الاثنين يوجدوا. طب حلهم ايه؟ حلهم بالدين الوسطي، حلهم ان احنا تعالوا يعني نتكلم كلام وسطي، كلام صحيح، نعرض الدين كما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كما افهمه انا تاني. نعرض الدين على الناس كما عرضه رسول الله، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ليس كما احب انا. واحد عنده نضرب مثلا واحد بيكره النساء، فتلاقيه عمال يستدل بانه حرام 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 ومتجهم الوجه. الله في ايه؟ ده هو ما عرضليش الدين، ده عرض لي افكاره هو. واخدين بالنا؟ فعرض افكاره هو بانه اي تعامل مع النساء ده مرفوض تمام. طيب على النقيض الاخر واحد عرض تصوره هو غارق في هذه المساله، فبيعرض لي افكاره الخطا. لا انا عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي، امتى قال وامتى قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم اباح ايه وحرم ايه، القران نزل يقول لي اعمل ايه الصح وايه الغلط، يبقى ايه الصح هعمله ايه الغلط ما اعملوش. يبقى ده كله دي مساله مهمه غايه في الاهميه عشان نستوضحها ونركز عليها ونقول عليها مع شبابنا. طب اللي وقع في الافكار يبقى قدامنا لغه الحوار. لغه الحوار دي تحتاج اني اعرف مداخله ايه وهقنعه ازاي.
حضرتك ذكرت حاجة هامة جدا، شيء هام جدا، وهو ضرورة دراسة التنمية البشرية. نعم. هل ده متاح حضرتك، أو يعني المفروض في دراسات الأزهرية أو في معاهد الدعاة؟ هي اولا لا بتدرس في الدراسات الازهريه ولا بتدرس بره. يعني ما حدش في ليها دورات حضرتك بتدرس دورات. لا حضرتك بتقولي في الدراسات الازهريه، يعني اقصد في مراحل التعليم المختلفه عندنا ما فيش الكلام ده، انما الكلام ده بيدرس بره في مراحل التعليم. لا في مناهج ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي بتتحط الكلام ده، لا في وزاره التربيه والتعليم ولا في مناهج الازهر. لكن ايه اللي بيحصل؟ عن طريق الدورات، عن طريق التأهيل، عن طريق الكورسات، ده اللي بيعمله. وده قطاع كبير من الدعاء الشباب الآن حصلوا عليها. تمام. بتهتم الوزارة بمثل هذه الأمور الآن. ولسه كان أعتقد الأسبوع الماضي كان في ختام لدورة في مهارات الاتصال والتواصل مع الشباب. تمام. فدي جزئية غاية في الأهمية. لكن أنا بتكلم على مسألة الحوار مع التكفيرين والملحدين. إذا كان عنده استعداد إنه يتكلم أهلا به وسهلا. طب حمل السلاح خلاص ده مش لغة الكلام بقى. يعني دي يخرج من دائرتي أنا ليتعامل معه أناس آخرون، ده تعامل أمني بحت. إنما والله حد جه وقال أنا أنتوا بتقولوا كذا وأنا عايز أتناقش معاكم، أهلا به وسهلا. يبقى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. القرآن الكريم قال كده، قال حتى عن أهل الكتاب عن غير المسلمين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاحنا عندنا استعداد نتحاور مع أي شخص سواء كان يميني يساري، ما عندناش مشكلة في الحوار معاه. ولو لقينا انه عنده مجموعة من الافكار المغلوطة هنصححها وهنقول طيب عندك نقد لينا اهلا به وسهلا، هنرحب بيه وناخده ونقول والله ده نتغلب عليه، ما عندناش مشكلة في كده. لكن خلينا اقول لحضرتك انه اذا خرج عن هذا الاطار ده مش تخصصي، مش مجالي، مش دايرتي. يعني انا لازم افهم، لازم بص حضرتك مشكلتنا عايزين نواجه المواجهة لما هو يقعد معايا، لما ادعوه للكلام فيقعد يتكلم ويقبل مني اهلا به وسهلا. انما واحد خرج زي التاني بكرر، خرج بالسلاح، مش دوري. يعني انا دوري اواجه بالكلمه، اكتر من كده مش من حقي. انا مش من حقي احمل سلاح عشان اواجهه بيه. هو لو خرج بالسلاح فهو لديه مفهوم تحول الى اجرام. تمام. وفهم آيات الله أو أفهم آيات الله خطأ. نعم. يعني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. تمام. ونسيوا الآيات دي نزلت ليه وفي أي موضع. طيب هل شاشات التلفزيون أو برامج التلفزيون محتاجة أكثر لإيضاح هذه الآيات؟ محتاجة أكثر في عدد من الأمور. أنزلت؟ نعم. هو بيلاقي حجته في إيه؟ أو اتضحك عليه إزاي؟ خلينا نتكلم بصراحة. نعم. هو اتضحك عليه عن طريق حد استدرجه. وبعدين إيه رأيك تتدين؟ الله، الولد بدأ يلتزم، بدأ يتدين، بدأ يقرب من ربنا. بس خده هو في اتجاه تاني خالص، في إنه شايف المجتمع. لا، شايف المجتمع. ماله المجتمع ده؟ شايف المجتمع الفسوق اللي فيه ازاي، شايف البرامج الرقص والعري، شايف الافلام واللي فيها، شايف وشايف وشايف، شايف القوانين، فيبدا يدخلوا من المدخل ده. طب الحل ايه؟ المجتمع ده كافر. طب واحنا لازم بقى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. خلاص. وانت بطل. شوفي انا قلت لحضرتك في الاول ان الشاب مش محتاج لسه كلام، ده محتاج فعل. فهو عايز يثبت لنفسه البطولة والاقدام، فيقول له يلا ابدأ، فشيل السلاح وغير. طب نستأذن حضرتك نرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونعود مرة أخرى بعد الأذان إن شاء الله. ترحب بحضراتكم وبفضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي. احنا توقفنا عند ضوابط الخطاب الديني وكيف يكون مع الشباب. نعم. احنا قلنا ان هو بيصنع منه بطل ويقول له يلا روح جاهد وروح قاوم وروح اعمل، والنهي عن المنكر واجب باليد فان لم يكن باللسان فبالقلب، هو يقوم ماسك باليد. في حين انه ضابط النهي عن المنكر باليد هذه للحاكم، ثم بعد ذلك الاب والام، ده في اضيق حدود. يعني من حق ان انا اضرب ابني كده، لكن مش من حق ان انا اكسره مثلا.
انما مرتكب الجريمه الحاكم بيعاقبه. الضابط ده ما اتحطش للولد ده، فبالتالي الولد ده حمل السلاح وراح حط القنبله وفجر وراح عمل ارتكب جرائم. ده هنا التعامل معاه مش تعامل فكري، كان تعامل فكري في الاول، لكن طالما شال السلاح ما بقاش تعامل معاه، لان هو مكفرني ومكفر غيري. في حضرتك المسؤولين في البلد ان هم يردوا هذا الاعتداء، يبقى هو ده يرد باجهزه ثانيه، يعني ده دور الشرطه ودور الجيش، مش دوري انا. انما انا دوري اعمل له عمليه تحصين في الاول. طيب اتقبض عليه، يجي دوري وانا في السجن يعني بحاضر مثلا ليه في السجن ان انا اكلمه، ان انا احاول ارجع له عقله، ان انا احاول افهمه الصح ايه والغلط ايه، وتعالى نشوف العلماء قالوا ايه، يعني انت مستدل بمين؟ لا ده فلان عنده المشكله الفلانيه، هوضح له الكلام ده. انما اثناء ارتكاب الجريمه وحمل السلاح ده مش دوري. المساله الثانيه اللي بعدها عايز اقول انه الشباب يجب ان نحرص على نفسيته. الشباب محتاج انتماء، محتاج قيمه، محتاج ان هو يشعر بنفسه، محتاج يشعر بذاته. ما ينفعش ان انا احبطه، يعني كأب او ام ما ينفعش ابني نازل داخل طالع خارج عمال اشتم فيه وعمال ابهدله وعمال اهزقه. انا بعمل ايه؟ بقطع الحبال اللي بيني وبينه، الاواصر، بس خلاص كده الولد بقى دماغه مش معايا، وبعد كده اقول ايه؟ انا عمال اقول له حس انه بطل في مكان اخر، بس انا محتاج احابي عليه وهيئه للحظه دي واديله الخبرات. الخبرات مش هياخدها مني وهو عنده 20 سنه ولا 30 سنه، هياخدها مني وهو صغير. عمال اقول له واحكي له وانا كنت بعمل ايه ومش الله، الخبرات دي تكونت. تمام. ويحس يشعر بالحب والدفء. ايه مشكله الشباب؟ اغلب مشكله حضرتك تفضلتي قلتي بيقعوا في الادمان، بيقعوا في الالحاد، احنا الزواج العرفي، انعدام القيم، اشياء كثيره. سبب الكلام ده اكثر وايه؟ عدم الشعور بالحب وجو الاسره الدافئ اللي يحميه. يعني هو يرجع البيت يلاقي ابوه عمال يضربه وامه عماله تشتمه وتدعي عليه، خلاص الولد ده عايز يطلع يلاقي يرمي نفسه بين اصحابه. البنت اللي راحت اتجوزت عرفي ما هي مش لاقيه اب، مش لاقيه ام تطبطب ده ايه، الله اسلمت نفسها لغيره. يبقى احنا محتاجين البيت، محتاجين التوعيه، كل الكلام ده هيشعر بيه. محتاج انه الشاب يثبت ذاته، مش محتاج احبطه. البرامج اللي هي متحوله، برامج التوك شو اللي بالليل عماله تولع في البلد دي وتسخن في الناس وتطلع كل حاجه سودة، لا احنا مع المعارضه السليمه الصحيه، مش مع الحرق الدائم في والهاب مشاعر الناس وقتل نفسيه الشباب. فيقعد يسمع يلاقي فلان عمال ينفخ في النار وفلان عمال يولع وفلان عمال يسخن، الله ده البلد دي سودة. وصل لحاله من الاحباط شديده. في النهايه ما بقاش في نقد بناء ولكن تغرق بيه في البحر. يطلع يقول لك عشت مت بس المهم اطلع من الله. لا احنا محتاجين نحسسه ان البلد دي بلده وان هو اللي هيبنيها. يعني انا محتاج ان الشاب يحس بده، ومحتاج ان هو ياخد حقه لما يشتغل، ياخد حقه مظبوط. ايه اللي بيخليه يطلع ويشتغل بره طول النهار عمال يقف يغسل صحون؟ طب ما هو انا هشغله في غسل الصحون هنا، لا مش كده، ده انا هشغله في تعمير الصحراء هنا، بس ياخد حقه مش يشتغل. بدل الناس اللي عماله تاخد فلوس على كلام فارغ، على تمثيل، على لعب كوره، وفي الاخر فرق تفشل وما تجيبش حاجه. يعني تصنيفاتنا اصلا ايه؟ ده كلام فارغ بيصرف بشكل مبالغ فيه، بشكل مبالغ فيه. احنا يا ريت حتى نوظف الاعمال الدراميه، يعني حتى نوظف نجوم الكره اللي هم الناس مرتبطه بيهم يقولوا كلمتين، طبعا الدعاء يوجهوهم لهذا التوجيه، اكيد ممكن حتى يبقى يؤثروا اكثر في عقول الشباب. للاسف وقت البرنامج بتاعنا انتهى. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. بنشكر فضيله الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الازهر الشريف، وبنشكركم مشاهدينا الكرام. اللهم يا رب اطب اوقاتكم كلها بذكر الله، طابت اوقاتكم بذكر الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول